النسوية هذا مشروع صهيوني ظهر في الغرب قبل 100 سنة. هذه النسوية هذه كما يقال بالفرنسية الفيمينيزم ولا الفيمينيست، هذا أول حاجة هي أن تهدم الدين والأخلاق، هذا هو الهدف تاعها. النسوية هذه تركز على المرأة، وهم علموا أنه لا يمكن لأي مجتمع أن تسقطه وأن تفسده وأن تنشر فيه الرذيلة إلا إذا استطعت الوصول إلى المرأة في ذلك المجتمع. وهذا الفيمينيزم، هذا النسوية، هذه مبدأها التحرر المطلق، ما كاش دين يقيد المرأة، هذا هو شعارهم. ليس هناك دين يقيد المرأة أولا. ثانيا المرأة عندهم مثل الرجل، ينادون بالمساواة بين المرأة والرجل في كل شيء. احنا نقول لهم أنه ليس هناك من أعطى المرأة حقها مثل الإسلام، لكن الإسلام لازم نعرفه يا إخوان. احنا هذه ظاهرة قبيحة جدا يتبناها الزنادقة وناس زعما ينتسبون إلى الإسلام لا علاقة لهم أصلا بالإسلام. أولا يقولون أن الحجاب ليس فرضا على المرأة. علاش؟ قال لك المساواة، يا المرأة دير الحجاب لازم الرجل يدير الحجاب، هكذا ينادي. قال لك المساواة في كل شيء. نحن لازم نعلم، لابد أن نعلم أن الإسلام يا إخوان جاء بالعدل، لم يأتي بالمساواة، وفرق كبير بين المساواة والعدل. احنا لابد أن نعرف مثل هذه المعاني. المساواة هو أن تجعل الشيء مثل الشيء، هذا كما هذا، هذه المساواة. لكن العدل لا، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تضع الشيء في موضعه، أو العدل. الإسلام جاء بالعدل لأنه فطرة خلقة ما يقدرش يكون الرجل كما المرأة. لهذا الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى. ربي أعطى المرأة أشياء ما أعطاها لناش لينا، كما أعطى للرجل أشياء لم يعطيها المرأة، وجعل أشياء مشتركة بين الرجل والمرأة. الذي خلقنا هو أعلم بحالنا. هادو ما أرادوا أن يهدموا هذه المعاني، الفطرة والدين، حبوا ينحوها. قال لك لا، المرأة إذا أنتم تبيحون للرجل أن يتزوج أكثر من مرأة، قال لك المرأة كذلك، العياذ بالله. ينادون بالتحرر، يقول لك ما كاش فكرة الزواج، علاش تتزوج المرأة؟ يقول لك دير علاقة محرمة، هذه النسوية. التحرر المطلق يعني ما كاش دين يحكمها. وللأسف الشديد هناك كثير ممن ينتسبن إلى الإسلام من النساء تبنينا هذه الفكرة. وروح شوف 95% من جميع امرأة تكون هانية في حياتها تتبنى فكر النسوية، تتحطم حياتها. ما تقدرش تعيش مع امرأة عندها فكر راجل ما يقدرش يعيش مع امرأة هكذا غير إذا كان ديوت، ما تقدرش. سبحان الله، أخرجوها من فطرتها وخلوها كالبهيمة تعيش. هذا الذي يتبنى فكر النسوية، وبالك كنت تعرفوا منهم. وسبحان الله نهايتهم المنظرين هذو من الرؤوس تاعهم نهايتهم إلى الانتحار. مؤخرا أكبر المنظرات النسويات انتحرت، خلاص تصادم الأفكار مش يبين حياتهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الدين تحت أقدامهم ليس وراء ظهورهم. المرأة هذه النساء خاصة للنساء، والله يا أختي ما كاش دين أعطى المرأة حقها مثل الإسلام. فاحذري من هذا الفكر، فكر النسوية يتبناه الزنادقة، وشعارهم ما كاش دين يربي المرأة. المرأة حرة تدير في روحها واش تحب، الرجل ماشي حر، عنده دين يقيده، والمرأة كذلك. هذا هو فكر النسوية اللي انتشر للأسف الشديد بكثرة. واليوم لما كثرت القنوات وانتشرت صرنا نراهم. قديما كنا نسمعوا وحدة تتبنى هذا الفكر نتعجب، الآن ما نتعجبوش، لأننا نرى القنوات وهذه المواقع كذا يتبجحون بمثل هذه الأمور. مؤخرا خرجت وحدة والعياذ بالله تتبجح أنها تزوجت برجلين، والعياذ بالله. أنا بلكشت هكذاك قلت شوفوا أين انتكست الفطرة، والنساء يبيحن تزوج النساء بالنساء والعياذ بالله، يشجعنا على الشواذ. هذا هو، قال لك الحرية المطلقة، هذه النسوية. بصح أنا ما تعجبش هي كي تزوجت برجلين، تعجبت بهذوك الزوج ما نقدرش نقول لهم راجل. قلت لك لا يمكن إنسان أن يعيش مع امرأة تتبنى فكر النسوية إلا إذا كان ديوثا. هذا الذي يمكن أن أقوله في النسوية هذه. بالك كاين بزاف ناس يسمعوا هذا المصطلح وما على بالوش واش حب يقول. هذا هو فكر النسوية.
هو الصد عن سبيل الله، والحرية المطلقة التي تخرج المرأة من دينها، لا دين لا دنيا، خسار في الدنيا وخسار في الآخرة. هذا السائل يقول